الو. اخبارك ايه؟ مين معايا؟ معقولة كده ما تعرفيش صوتي؟ لا، انا كده ازعل. ايه الهزار البايخ ده؟ اوف. وبعدها قفلت التليفون في وش اللي بيتصل بيها علشان هو يرن تاني. في واحدة برضو تقفل السكة في وش جوزها المستقبلي. دي مش اخلاق مخطوبين على فكرة. هو انت؟ طب كويس ان انت قلتلي علشان المرة دي مش هقفل السكة وبس، ده انا هعمل لك بلوك وانا مستريحة جدا. وفضلت ساندي ايامها اللي بعد كده في الروتين العادي، الصبح في شغلها وبترجع بيتها متأخر قوي علشان ما تتكلمش مع باباها او مامتها، يمكن يفهموا ان هي رافضة الخطوبة ديت. وكمان كان هدفها ان هي تنجح وتثبت نجاحها في شركتها لحد ما تقدر تعرف مين اللي يحاول يخسرها الشركة بتاعتها. وبرضه أخد من تفكيرها المعجب الولهان صاحب الجوابات اللي بقالها فترة طويلة قوي ما راحتش الكافيه، لكن فضولها بيقولها تروح وهي ما بتكدبش الشعور ده. وبعد يومين هيبقى قراية فتحتها على معاذ ده، هي أصلا ما بتطقوش ولا حتى بتحب تسمع صوته، وكأن في عداوة في قلبها بدون حتى ما يعمل لها أي شيء، لمجرد بس إن عريس من جوازة صالونات. وقبل قراية الفاتحة بيوم واحد صحيت ساندي زي كل يوم، لكن ما راحتش على شغلها، راحت على مكانها المفضل علشان تشرب فنجان القهوة اللي بتحبه، لكن هي في الحقيقة عايزة تشوف جواب المرة ديت ايه. لكن الغريب وعلى غير العادة ان كان في شخص غريب بيقعد على الترابيزة بتاعتها، ما اهتمتش قوي وراحت قعدت على ترابيزة تانية وطلبت المشروب بتاعها، واعتذروا منها ان مكانها المفضل في واحد قاعد عليه. فهمت وما اهتمتش قوي، لكن من جواها زعلت إن هي مش هتاخد جواب النهاردة، هي حبت اللعبة ولقيتها وسيلة من الهروب تهرب بيها من الواقع بتاعها. وقبل ما تبدأ في شرب القهوة بتاعتها كان الشاب اللي قاعد على الترابيزة بتاعتها قام وقعد معاها، صباح الخير يا استاذة ساندي. لكن ساندي مردتش عليه واستغربت مين اللي يعرف اسمها. ده أول حاجة فكرت فيه، وتاني حاجة فكرت فيها لما عرفته من ريحته، نفس ريحة الجوابات اللي كانت بتجيلها، ودوت اللي خلاها ما تعرفش ترد. وهو بكل ثقة وابتسامة جميلة قال لها، كنت عارف انك هتعرفيني من ريحة البرفان بتاعي. وساندي كمان مردتش عليه علشان هو يضحك ويقول لها، بس ما كنتش عارف ان القطة هتاكل لسانك لما تشوفيني بدل الجوابات. انا حبيت بس اظهر لك علشان تعرفي اني حقيقي مش خيال، مع اني زعلان منك قوي انك غبتي عني بقالك كام يوم. بس معلش، ملحوقة، هتتعوض لما تعرفيني اكتر، لاني انا عارف كل حاجة عنك. انت مين؟ ياه، حتى صوتك وحشني. هتعرفي انا مين، بس مش دلوقتي لاني لازم امشي، وانت كمان ميعاد شغلك عدى. سلام يا ساندي، ولينا لقاء قريب قوي. واختفى من قدامها بسرعة زي ما ظهر بسرعة، وهي بص على مكانه في الكرسي مش مصدقة ومش فاهمة هو الشخص ده حقيقة ولا خيال. وفضلت تلعن جواها الشغل اللي خلاه يمشي من قدامها بسرعة كده، واتضايقت من نفسها كمان انها ما اتكلمتش معاه وما فهمتش هو مين، لكن هي عارفة ان هي بقت أسيرة لنظرته وكمان لابتسامته، مش بس للبرفان اللي كان بيسيبه على جواباته. وفاقت ساندي على تليفونها، وكانت كالعادة مريم بتطمن عليها وبتقول لها هي اتأخرت ليه قوي كده عن الشغل، وردت عليها ساندي وقالت لها ان هي جاية في الطريق. وبعد ما وصلت مكتبها، ايه يا بنتي اتأخرت ليه ومالك مش مركزة كده ليه؟ شفته يا مريم. مين ده؟ معاذ؟ لا، صاحب الجوابات المعجب الولهان يا مريم. ايه؟ ازاي وفين وامتى؟ يلا احكي بسرعة مش قادرة استنى. بالراحة على نفسك يا مريم، اديني فرصة اتكلم. بصي يا ستي، وبدأت تحكي لها ساندي كل حاجة بالتفصيل الممل. اوبا، شكلنا وقعنا ولا ايه يا ساندي؟ ايه يا مريم وقعنا دي؟ انا بقول اللي حصل بس، ولا وقعت ولا حاجة يا ستي. ماشي يا ساندي هصدقك ولو اني اشك، بس عايزة افوقك لحاجة. احكي يا ضميري. هما بيقولوا باين ان قراية فتحتك بكرة على واحد كده اسمه معاذ، هيكون خطيبك تقريبا، صح؟ اتريقي ما نسيتش اكيد. بس انا هوريه معاذ ده، انا اول مرة في حياتي بابا يخصبني على حاجة. طب وناوية تعملي ايه؟ مش عارفة، العمل عمل ربنا. وقبل ما ساندي تكمل كلامها خبط الباب وكان بيدخل منه بابا ساندي. ايه ده؟ اتفضل يا بابا، انت بتخبط ليه؟ انت تدخل على طول. اخبار حضرتك ايه يا عمو؟ بخير يا بنتي، انت اخبارك ايه؟ وجوزك عامل ايه؟ احنا تمام يا عمو، بيسلم على حضرتك.
طبعا إذنكم هروح أكمل شغلي أنا. وسابتهم مريم لوحدهم، واتكلمت ساندي: إيه يا بابا، أنت كويس؟ وماما كويسة؟ أيوة يا بنتي، إحنا بخير. أنا بس قلت أتكلم معاكي شوية، عارف إنك زعلانة مني وأنا ما يهونش عليا زعلك. أنا أزعل منك يا بابا؟ إزاي بس أنا مش قادرة أفهم إزاي بتجبرني على معاذ. أنا عارف يا بنتي إنك مستغربة، وده من حقك، بس أنا عارف بنتي بتثق فيا وفي رأيي دايما. بس معاذ هو اللي هيناسبك، ولولا إني عارف إنه ولد كويس ما كنتش خليتك تقعدي معاه من الأول ونعمل قراية فاتحة. حتى لو كنت أنا مش مستريحة له يا بابا؟ يا بنتي انت عاطفية جدا، وبتتعلقي بكلمة وبتمشي بكلمة. انت بس لو قابلتي معاذ بره كنت هتيجي تقوليلي يا بابا عايزة اتجوزه، لكن رفضك ده لانه جه البيت وانت شايفاه جواز مدبر. بصي اسمعي الكلام بابا واقبلي ده الاول، ولو كلامي طلع غلط انا اللي همنع الجوازة دي انها ما تتمش. انت بنتي الوحيدة يا ساندي وما يرضينيش زعلك ابدا، لكن عند مصلحتك انا هحارب علشان تكوني سعيدة ومستريحة في حياتك. حاضر يا بابا، اللي تشوفه. طيب يا بنتي، انا هسيبك تكملي شغلك بقى، وفكري كويس في كلامي، ولما تروحي تكلمي ماما. هي ملهاش دعوة بكل الكلام ده، وملهاش ذنب انك تخاصميها كده. بس كده يا حاج؟ ده انت تؤمر. وخلصت ساندي شغلها وروحت على البيت، ولقيت مامتها واقفة في المطبخ. كده برضو يا ساندي هنت عليكي علشان تخاصميني؟ حقك عليا يا ماما، بس انا بجد كنت زعلانة منكم واللي بتعملوه ده. بتغصبوني على الجواز يا ماما. جواز؟ جواز ايه؟ دي قراية فاتحة بس. وكمان اقعدي معاه وتعرفي عليه يا ساندي. انا مش مستلطفاه حتى يا ماما. صدقيني يا حبيبتي، الولد كويس وباباكي بيقول عليه كلام حلو خالص. بصي، احنا هنعمل قراية فاتحة، ولا خطوبة ولا جواز غير لما انت تقرري ده. لازم تكوني فاهمة ان اهم حاجة عندنا هي راحتك يا ساندي. حاضر يا ماما، انا هطلع بقى استريح لاني تعبانة جدا ومحتاجة انام. ماشي، اطلعي، بس اعملي حسابك بكرة مفيش شغل، واتصلت بمريم تكون معانا من اول اليوم. ازاي يا ماما؟ بس انا ومريم هنسيب الشركة؟ خلاص، انا قلتها كلمة ومش عايزة نقاش. يلا سيبيني علشان بجهز الاكل. حاضر يا ماما. وطلعت ساندي لأوضتها ونامت من كتر التعب ومن كتر التفكير، وما صحيتش الا يوم قراية الفاتحة تاني يوم. يا ترى ايه اللي هيحصل النهارده مع معاذ وساندي؟ وساندي هتوافق على قرار باباها وتقرا الفاتحة وتخليها تمشي عادي، ولا ممكن تعمل حاجة؟ ومعاذ هيسيبها تعمل اللي هي عايزاه من غير ما يرد عليها؟ طب والمعجب الولهان هتبعد عنه ساندي بما ان هي بقت مخطوبة، ولا هتقابله وهي مخطوبة؟ كل ده واكتر هنعرفه الحلقة الجاية، استنونا. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تقولولي في الكومنتات واللايك والشير، وهتعبكم في الاشتراك. واستنوني في حلقة جديدة من حكايات مريان. بحبكم، باي.